الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.
باليسار ولا تهنا بالإقدار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل يال العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عما سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة على من أسلافنا الصالحون وعلى من وحبيبنا على هبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسير كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك زين السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام
عليك من رب السماء السلام السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام السلام عليك من رب السماء السلام السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا يا شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير مع الفرع والأصول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي لا ترنم في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ليالي الرضا علينا عودي لي حضور منك عودي يا ليالي الرضا علينا عودي لحضور منك عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك يا عون الغريب يا عون الغريب يا عون الغريب يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه
الواضح برهان المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وضوى علي علما صلى الله عليه لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وارسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه نزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تقرب به المنان صلى الله عليه وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله فدعت بوجودها كناب الوجود وضرجت برد العوالم بانتراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه بكثرة ترداد صلى الله حيث عليه أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه تشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه نزل به قلب منيب إلا من سوابق فضل لله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه فيما اجتلته بشرا كاملا يزيء الضلال صلى الله عليه بعلم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه سبحان الذي أمرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه ما أمره بتبليغ لخلقه من فردي ونفلي عمد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه
وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله فكان في عليه ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسع من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات أجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله صلاة عليه يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه ويعود شرف الأصل بودي وحبي ما أعطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله بظهور عليه أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه فبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التسيير في العالم المتلك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المتلك والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون صلى في الله الأصلاب عليه الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله نعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله ليتشرف عليه بموطن استقراره وموضع خروجه صلى وقد الله غدت الأقدار عليه الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وصبره بالأسراب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة صلى الله حتى برز عليه في عالم الشهادات بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه هذه الحروف صلى الله بيقوم في هذا عليه القرطاس ما هو لديه من عجائب بذلك ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله وإلا عليه فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام صلى الله ولكن هزل عليه تدري ما بد من سر أشرف المخلوقين صلى الله وأكرم الله به في عليه مولده من الفضل الذي عم عم العالمين صلى الله وبقيت رايته عليه بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني
بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مادحا خير الأنام بادر ولا تخشى المنام. يا مادحا خير الأنام بادر ولا تخشى المنام. يا مادحا خير الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان. إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. الأسماء الحسنى
وكل مكان نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية فضل وتجعد لي جدل بوصل قبل المنية يا بحر فضل وتجعد لي جدل بوصل قبل المنية جدلي بوصل قبل المنية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية صلاة ربي عليك حبي صلاة ربي عليك حبي ما دام قلبي بذكر حيا ما دام قلبي بذكر حيا خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا ابن طه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرم طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي نبينا
المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا بالحق جاء بالتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا بالحق جاء للتقوى دعانا لدرب الرجاء والمولى أغنانا بطه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبينا وصلى وسلم على طه النبي يا نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخض ما حركته في الأنامل مما استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله والشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه مثل ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار صلى وقد الله بلغنا في عليه الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله قلت يا عليه رسول الله
بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عدلت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفت من العالمين صلى الله عليه. فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وظلت أشياء وبمعونة الله محافظة على عكياذ الذرة وشونها صلى الله عليه. برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. الوجود الإلهي على أهل الوجود تثيج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناعات المستور صلى الله عليه. كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأثبت الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه.
حضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانفلق صبح الكمال من النور النعمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Khusyuk pakai rongga kanjeng Nabi. Asyaraqa al-kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربو يا هلا المثاني فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقف الحسن سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسعد مستمر ليس ينفد حيث إلى عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله
سبيل كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad Ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa qala Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa alayh. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra ala anfihi faqala biha kadha ay dhabbahu biyadihi fatar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Uqbah bin Amir lamma sa'alahu man najah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amlik alayka lisanak wabki ala khati'atik ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardah. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arda, semoga Allah memberikan ridha kepadanya dan kita mendapatkan kemanfaatan daripada ilmunya. Sesungguhnya orang yang beriman yang hakiki, beriman dengan sebenar-benarnya iman yang sempurna, yara dhunubahu, maka orang tadi itu akan melihat, menilai dosa-dosanya yang telah ia perbuat, ka'annahu ghaidun tahta jabal, seakan-akan dia tadi itu duduk di bawah satu gunung yang besar, yakhafu ayyagu alaih, dan dia sangat mengkhawatirkan gunung tadi itu akan jatuh kepada dirinya. Orang yang mempunyai iman yang sempurna, dia tidak meremehkan daripada dosa, selalu menganggap dosa tersebut walaupun kecil tapi dianggap besar. Kenapa? Karena dia merasa seakan-akan duduk di bawah gunung, takut kena longsor, takut kena batu yang besar yang akan mengancam jiwa keselamatannya. Begitulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak nganggep enteng ke dosa, tak nganggep kene ke dosa. Takut dosa kene ria se mengandung bentuna Allah. Ternyata dosa yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata di situ ada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul yang beriman menjauh
sebagaimana dia menjauhi daripada bebatuan yang besar yang takut kejatuhan. Amal munafik, adapun orang-orang yang munafik berbeda dengan orang yang beriman. Yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang yang munafik, dia menilai, dia menganggap dosa yang ia perbuat sebagaimana lalat yang hinggap di atas atau di depan hidungnya. Faqala hakadha, cuma iyakkah nyengke detok tes elang, hus elang, hus elang. Hadza min alamatil munafiq wa min alamatil fajir. Menganggap dosa sebagai lalat, sebagaimana lalat hanya hinggap di hidung dan kamu mengatakan hus, dia akan pergi. Nih tak kasih gambaran. Kula nyeltek kopenga ainul nih yang kepak aja atau kopenga suhur seltek, oh ya iya aja, tapi mon saya seltek kopenga petenggi lain, saya seltek kopenga bupati lain pak. Oh karo doyoto le doyoto dia kaki siapa bupati dia bude pasal lah, perbuatan tidak menyenangkan, mengancam keselamatan walaupun sekedar nyeltek, sampat di sandal tak tepak tetap yokom. Apa? Karena sampean nyala ada orang yang terhormat. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, kita dosa kepada Allah Subhanahu. La tahtagir syai'an saghiratan farubbama asalati damal ibaru. Jangan kamu meremehkan sesuatu atau benda yang kecil, karena benda yang kecil akan dapat mengeluarkan daripada darah. Jerum kene, pakoh kene, tapi mun sampean benare cocok bi jerum mate kia. Marah mun tak percaya kaki. Cocok bi jerum, ya mate kia. Dosa kene, cocok boleh, cocok. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu benda yang kecil, karena kadang-kadang sesuatu yang kecil pun bisa titanus, bisa akan menyebabkan amputasi dan lain sebagainya. Dosa kisinika. Orang yang beriman, dia menganggap dosa seperti dia duduk di bawah gunung takut kena longsor. Adapun orang yang munafik, mereka menganggap dosanya tadi itu dianggap sebagai lalat yang hinggap di hidung. Dia mengatakan faqala hakadha ay dhabbah, nyengke gampang tobat di budi, gampang hadir majelis di budi, petobuk kada cak dentek terus tiring beku saya hadir majelis. Ibarat orang napa memburu satu buruan, sampean maser, lepaskan pasar sampean, urusan tepak tak tepak apa caan. Tobat beda Gusti Allah Subhanahu wa taala, sekalipun 1000 kali bermaksiat ke Gusti Allah, minta sabar ke Gusti Allah, sekalipun 1 juta kali sampean asala ke Gusti Allah. Ibarat busur panah yang dilepas, busur panah tersebut kena tak kena, kening tak kening, dek buruan lepas baik. Satu saat busur panah yang kita lepas bukan barang tidak mungkin akan kena pada sasaran. Niat atau bot tina masih yang coba tobat kada hadir majelis taklim, hadir majelis maulid, majelis niat atau bot ke Allah Subhanahu wa taala. Tina yang pujar dosa boleh, maksiat boleh, amal baki Allah terserah. Sepenting niat atau bot ke Allah Subhanahu wa taala. Hakadha al-farq bainal mu'min wal fajir. Inilah perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang munafik, yang fajir. Naudzubillah, semoga iman kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul diberikan rasa jijik, andi rasa merenges ke maksiat neka, sehingga tak terbesit di dalam hati untuk melakukan kemaksiatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Hayya.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من ضروري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب إزاده تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.